أعلن الممثل والمخرج المغربي محمد مروازي الزوج السابق للفنانة سناء عقرود عن دخوله القفص الذهبي للمرة الثالثة، وهذه المرة مع سيدة أجنبية تدعى آنا ماريا بازافان. واكتفى مروازي بنشر فيديو رومانسي قصير عبر حسابه على إنستغرام يوم الجمعة 26 شتنبر 2025 ظهر فيه ممسكاً بيد زوجته من وسط حديقة دون الكشف عن وجهها، وأرفقه بتدوينة مقتضبة جاء فيها: روحان طريق واحد، قلبان وعد واحد، بسعادة نعلن لكم زواجنا. أعاد هذا الإعلان المفاجئ إلى الأذهان محطات مروازي العاطفية، خصوصاً ارتباطه وانفصاله عن الممثلة سناء عقرود بعد زواج دام حوالي 10 سنوات، قبل أن يعلن معاً في أكثر من مناسبة إعلامية عن استمرار علاقة صداقة وتقدير متبادل رغم الطلاق. يذكر أن مروازي سبق له أن أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين أعلن عام 2020 عودته إلى عقرود بعد طلاقهما الأول سنة 2019، قبل أن يؤكد الطرفان لاحقاً نهاية علاقتهما الزوجية بشكل نهائي سنة 2022.